ايه ازيك وازاي احوالك، وتعالى نروح بخيالك ونتخيل مع بعض ايه اللي ممكن يحصل لو مفيش انترنت والانترنت اختفى. مفيش انترنت يعني مفيش واتساب، مفيش انستجرام، مفيش سوشيال ميديا، مفيش ميمز، مفيش شغل هيقف، مفيش اي حاجة خالص. صحيت من النوم، مسكت الموبايل كعادتي، فتحت الواتساب، مفيش رسائل جديدة. استغربت. فتحت الانستجرام، مفيش ستوريز. جربت افتح اليوتيوب، مش شغال. قلت عادي يعني يمكن الواي فاي فصل، بشغل الداتا، نفس الكلام. مش عندنا بس، الناس اللي حواليا بدأوا يتكلموا، الناس بدأت تتكلم في الشارع، النت واقع. لكن في الحقيقة النت اختفى. في أول ساعتين الناس كانت عايشة على أمل إنه عطل وهيتصلح، لكن بعد 6 ساعات بدأت علامات الانهيار العصبي. ناس بتحاول تعمل ريفرش على الانستجرام كل 3 دقايق، بنات مش عارفة توصل لصحابها، أصحاب بيحاولوا يفتكروا مين كان بعت لهم العنوان على الواتساب عشان مش حافظين حاجة. حد تاني بيقول طب أنا كنت محتاج الجي بي اس، هروح فين دلوقتي؟ الناس افتكروا إن السيستم واقع، وكان برضه عندهم أمل زي ما حصلت قبل كده في حريق سنترال ورمسيس. لكن في خلال دقايق الشركات بدأت تبلغ إن المشكلة مش عندها، ده العالم كله أوفلاين. الإنترنت لسه مرجعش. الناس بدأت تعيد في تشغيل الراوتر أكتر من 10 مرات. في ناس تانية بتقفل تليفوناتها وبتشيل الخط وبتحط خط تاني وبتحاول، واللي كان داخل يتابع الأخبار واللي يتابع الماتشات. في ناس كانت تايهة، مش عارفة توصل للمكان اللي هي رايحاه، والتاكسيات القديمة رجعت تشتغل تاني، بس محدش حافظ شوارع القاهرة غير سواقين التكاسي المحترفين. كل ده بس بعد أول 6 ساعات. بعد مرور 12 ساعة هتبدأ بداية الانسحاب الرقمي. الجسم بيبدأ يحس بصداع من كتر مفيش إشعارات، من كتر التوتر، كأنك ناسي حاجة. حد بيحاول يفتح اليوتيوب، حد تاني بيحاول يفتح الفيسبوك، والناس مستمرة في المحاولات. في واحد تاني كان داخل يعمل برزنتيشن، مش عارف يفتح جوجل درايف. الحياة اللي احنا متعودين عليها بدأت تتقل. بعد مرور 24 ساعة ودخلنا في اليوم التاني، الشركات وقفت، البنوك اتعطلت، وأنظمة الحجز والمخازن والتوصيل كله معتمد على الإنترنت. الفيزا مش شغالة، الإيميل راح. الناس بدأت ترجع للمكاتبات الورقية. اللي عايز ينجز شغله مش هيفضل مستني، فهيبدأ بدل ما كان بيبعت إيميل بدأ يكتب ورقي. والمواعيد بالتليفون الأرضي، وفي موظفين لأول مرة بيمسكوا الفاكس في حياتهم. لكن بعد مرور 3 أيام حصل الانفجار الاجتماعي. الموبايلات بقت مجرد كاميرا وساعة. الناس بدأت تتكلم مع بعض أكتر بس بطريقة عصبية. اللي كانوا بيهربوا من بعض على الإنترنت وعاملين لبعض بلوكات بقوا مضطرين يقعدوا وشهم في وش بعض. في علاقات بتتفكك وبتنهار، وفي صداقات بتتبني وبتتكون. الأطفال نزلوا يلعبوا في الشارع، وكمان كان في أطفال لأول مرة في حياتهم يشوفوا لعبة استغماية بجد. والألعاب القديمة اللي كنا بنلعبها مع بعض في الشارع زي الخلاويص، شيك على العالي وشيك على الواطي. اللي كان بيلعب الألعاب دي يقول في الكومنتات. لكن بعد أسبوع بدأنا نرجع الرجوع للبدائية. بتتنفذ يدوي، الناس رجعت تشتري جرايد والمجلات رجعت تطبع، الناس رجعت تقرا روايات، الأخبار بتوصل لك متأخرة بيوم. الناس بدأت تنظم جداول عشان تقابل بعض. الورش الصغيرة اشتغلت، ومحلات صيانة الأجهزة رجعت ليها قيمة. هنا نلاحظ إن انقطاع الإنترنت بدأ يفتح الحياة
لناس تانية، وبدأ الحياة تتقل وتتقفل على ناس تانية، الشركات الكبيرة الضخمة والمؤسسات اللي معتمدة على الإنترنت. لكن بعد شهر إننا عشنا في عالم تاني خالص. العالم بيبدأ يستوعب إننا كنا عايشين في فقاعة اسمها فقاعة الإنترنت. كان بيسهل حاجات، بس كمان كان واخد من وقتنا وعقلنا وتركيزنا. دلوقتي الناس بتشتغل أقل بس بتتكلم أكتر، في مهرجانات وموسيقى حقيقية مش لايف ستريم، في تجمعات، في ناس بتعزف وناس بترسم وناس بتحكي لبعض. بدأ يحصل إبداع، الناس بدأت ترجع تفكر وتتعامل بطبيعتها تاني، بعد ما كنا بنستسهل وبنعمل سيرش على جوجل وشات جي بي تي. لأن في الفترة دي الذكاء الاصطناعي اختفى والبشر رجعوا يتعاملوا بطبيعتهم وببشريتهم. لكن السؤال هنا مش ايه اللي هيحصل لو مفيش انترنت، السؤال الحقيقي احنا كنا مستعدين نعيش من غيره؟ هو الانترنت كان وسيلة ولا بقى هو الغاية؟ تخيل لو اتقطع فعلا، هتعرف تلاقي نفسك؟ هتعرف تتكلم مع اللي حواليك؟ ولا هتفضل تدور على الشبكة وهتسأل هتيجي امتى؟ افتكر دايما مش لازم الانترنت يوصل عشان انت تتواصل مع الناس. ودي كانت حلقتنا النهاردة من راوي كاست. أنا ياسين الراوي، وكنت معاكم في رحلة فكرية خيالية. لو عجبتك الحلقة احكيلي وقولي في الكومنتات، أو لو انت على الانستجرام والفيسبوك اكتب وقول رأيك. هستنى اسمعكم، ده لو انتم لسه موجودين. سلام.